لو عايز تعمل اكسبورت للداتا بطريقه احترافيه وما تاخدش غير الداتا اللي انت محتاجها بس، يبقى الفيديو ده بتاعك، خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم مساحة أونلاين، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. غيبنا عليك غيبة كبيرة جدا، ولكن كالعادة بنرجع مرة ثانية إن شاء الله بكل جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن جزئية مهمة، الإكسبورت بتاعت الداتا. كلنا بنعمل إكسبورت للداتا، ولكن كل الداتا اللي بتنزل لك ما بتبقاش محتاجة كلها، يعني بينزل لك الايستنج والنورسنج والفيجن والكود، ولكن أنا مش محتاج كل الكلام ده، أنا محتاج آخد الجزئية اللي أنا محتاجها بس، والكلام ده للدي اكس اف. لكن بالنسبة للموضوع التكست بيبقى موضوع سهل شوية، ما فيهوش معضلة. إن شاء الله النهارده هنشوف مع بعض كل التفاصيل، مش هطول عليكم وندخل الفيديو على طول، فخليكم معايا. زي ما انتم شايفين اول ما يفتح عندي الجهاز بيبقى بالمنظر اللي قدامي ده، هدخل على الفايل بتاعي واخش على فيو الداتا، بتظهر لي الداتا بتاعتي، واخش على 3 دي فيور عشان اتاكد ان الداتا بتاعتي عامله ازاي. ادي كل الداتا بتاعتي، لو حبيت اقلبها 3 دي عندي كلها بالمناسيب. بعد كده ادخل على الفايل تاني واقول له اكسبورت، وادخل على الدي اكس اف. ادي فايل الدي اكس اف بتاعي، بخش على فانكشن سيتنجز، هو بيقول لي هنا ان يظهر لي البوينتس واللاين والى اخره. تاني اختيار عندي هنا بيقول لي ان الشغل الداتا اللي عندي بتاعتي هتنزل لي في لاينات، انزلها لك لاين وانزل لك بولي لاينز، انا خليها بولي لاينز. تاني حاجه بيقول لي السايز بتاعي، عايز حجم الداتا بتاعتك اللي تخرج لك تبقى عامله ازاي. هو موجوده دايما بتبقى 10 سم، وهنشوف بعد كده من غير هيحصل لك ايه. وعايز بعد كده عندك الداتا بتاعتك تنزل لك 3 دي يعني احداثي ومنسوب، ولا تنزل لك 2 دي يعني احداثي فقط. فانا هنخليها 3 دي وديفولت زي ما هي، وبعد كده نقول له اوكي تمام، نزل لي الداتا، اعمل مينيمايز وافتح الفايل بتاعي. فتحنا الفايل، الداتا اللي هتظهر لك بعد ما يفتح معاك الفايل دبل كليك على البقره هتظهر لك الداتا. طيب الداتا دي انا مش محتاجها كلها، وثانيا حجمها كبير جدا، وهضطر ان انا اعمل سيلكت على حاجه، وبعد كده اخش على سيلكت سيميلر واعمل ديليت لديت، بعد كده اختار الجزئيه اللي بعديها وسيلكت سيميلر، فقصه غير محبوبه. طيب انا محتاج بعض الداتا دي ولكن بحجم اقل. نقفل الاول الفايل عشان لما نعمل اي تعديل يظهر لك مينيمايز. فتحنا الجهاز، هدخل عليه بنفس الطريقه تاني، اكسبورت داتا دي اكس اف فانكشن، هخش على سيتنجز. هنا بقول له ان انا عايز الحجم بتاعي هصغره شويه 0.05 مللي بدل 10 سم، وهنخلي كل التفاصيل زي ما هي، ونقول له اوكي عشان نشوف هيعمل معانا فرق ولا لا. اوكي تمام، عدل لي في الفايل اللي موجود عندي، لو بيقول لك ان الفايل موجود بالفعل، فانت بتقول له نزله لي ولكن اعمل لي شويه تعديلات. اوكي مينيمايز، افتح الفايل بتاعي، دبل كليك على البقره. اول ما يفتح معايا ظهر لك كل الداتا اللي كانت ظاهره لك من شويه، ولكن الشكل الاولاني فاكرينه كان عامل ازاي؟ ده الشكل، هو نفس الداتا ولكن انا صغرت الحجم مش اكتر. فالداتا بقت ظاهره لي بشكل كويس جدا، وزي ما انت شايف البوينت ذات نفسها اللي هي البوينت دي لوحدها كده، دي موجوده عندي في لاير لوحدها اللي هو زيرو، في عندي كل التفاصيل من كوردينيتس وهايت وبوينتس واي دي وكل الكلام ده ظاهر لي. طيب شايفين اكتر من لاير، ولكن طبعا هي مش كل الداتا دي اللي موجوده قدامي، لان طبعا لو في عندي في البوينت في كود في اي حاجه ظاهره لي او وصفه او اي شيء طبعا هيظهر لي الداتا بتاعتي، وانا مش عايز كل الكلام ده، انا عايز الغي كل الكلام ده. هنقفل الفايل برده ومش هنسيف. ارجع تاني على الفايل اكسبورت داتا دي اكس اف فانكشن سيتنجز. هنا بقول له والله خلاص احنا خلصنا الجزئيه دي واخترنا اللي احنا محتاجينه فيها. ادخل على الليبل كرييشن عندي، هنا بقى الجزئيه المهمه جدا اللي بنتكلم فيها. انا عندي البوينت اي دي محتاجها، اقف عليها كده واقول له اديت. طيب هي لو مش ظاهره لي بيبقى عامله كده، فانا بختار بعمل سيلكت عليها عشان تظهر لي. اللون بتاعي طبعا احنا انتوا فاكرين كان لونه عامل ازاي؟ كان اصفر، احنا هنغيره من اصفر هنخليه مثلا اخضر. هنا بيقول لك في الاكسبورت عايز الداتا بتاعتك او البوينت اي دي الرقم اللي يظهر لك يبقى في لاير لوحده، ولا يبقى في نفس اللاير مع البوينت ولكن اقدر امسح البوينت لوحدها والرقم لوحده، ولا تبقى في اخر حاجه عندي تبقى الرقم بتاعي والبوينت في لاير واحد ولكن ما اقدرش امسح. لو مسحت النقطه بتاعتي كرقم هيتمسح معايا البوينت كبوينت. احنا هنخليه زي ما هو ايه، يوزر ديفايند، واقول له اوكي. مش عايز كوردينيتس عندي، هدخل عليها واقول له الغي لي. طب لو عايزها عندي بختار طبعا اللون، ارجع اقول له من بعد العلامه محتاج عندي كام رقم يظهر لي. طبعا نفس الكلام في الاكسبورت عندي هنا، عايزها تبقى في لاير لوحديها ولا مع البوينت الى اخره. وهتسمي اللاير بتاعك كوردينيتس ولا هتغير فيه هتسميه حاجه ثانيه، احنا مش محتاجينها اصلا. فاقول له تمام. هنخلي الهايت المره دي ونعدل في شويه تعديلات، هختاره يبقى لونه اصفر، هختار من بعد البوينت بتاعتي يبقى 3 ارقام فقط، هنخليه برده في لاير لوحده وهنسميه هايت. لا ممكن نغيره ونسميه مثلا اتش بس عشان نشوف هيظهر معانا فعلا حاجه ولا لا. نقول له اوكي. مش محتاج عندي اي حاجه ثانيه، فانا هقفل كل الكلام ده، ولو محتاج هعمل برده بنفس الطريقه بنفس التعديلات، اقف على كل حاجه واقفل السيلكت بتاعي. اوكي كده انا اخترت الحاجه اللي انا محتاجها بس، اقول له اوكي. ايوه عدل لي في الفايل، اوكي تمام. مينيمايز، افتح الفايل بتاعي. بعد ما الفايل فتح معايا دبل كليك هتلاقي الداتا ظهرت لك بالشكل اللي انت شايفه ده. احنا كنا مختارين ان البوينت بتاعتي لونها اخضر، مختارين الهايت بتاعي والمنسوب عندي يبقى من بعد العلامه 3 ارقام وباللون الاصفر، والبوينت نفس الكلام لوحدها، كل حاجه لوحدها. وادي عندك اللاير بتاع المنسوب انا سميته اتش بدل هايت لو تفتكروا، فانا اقدر اغير برده في الاسم اللي انا محتاجه. كده بمنتهى السهوله اقدر ان انا اعمل سيلكت على اي حاجه، اقفل اللاير بتاعي من هنا، او من الاول خالص ما انزلش
الحاجه اللي انا مش محتاجها. ده كان فيديو النهارده، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش دعمك لينا بلايك وسبسكرايب، وانك تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الشير والدال على الخير كفاعله. لو عندك اي تعليق سيبه في الكومنتات ان شاء الله وهنرد عليك، ولو عندك استفسار برضه سيبه وهنرد عليك، او تقدر تتابعنا من خلال الواتساب وهيظهر لك الرقم بتاعنا تتواصل معنا في اي وقت. ولو عندي اي اخطاء رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي تقدر تتواصل معايا من خلال الواتساب وتقول لي ايه الغلط اللي كان عندي ونحاول نحسن. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.